حبايبي عملنا المربى النهارده. جبنا 2 كيلو فراوله وعملنا البرطمانين المربى دولت علشان السحور. كل سنه وانتم طيبين. رمضان داخل علينا ومحتاجين ان احنا نعمل مربات وجبنات وحاجات، فبدأنا كده. اول حاجه هنعمل ان شاء الله المربى، وتعالوا نشوف كده ايه. جبنا مربى وعملناها، بصي بسم الله ما شاء الله، زي مربى الشركات بالظبط. بصي شايفه؟ عايزه تهرسيها اكتر مفيش مشكله، عايزه تخليها زي ما انا حطاها قطع كده مفيش مشكله، عايزه تعمليها كريمي اعمليها. تعالي يلا بينا نشوف المربى دي اتعملت ازاي عشان نعملوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في يوم جديد من برنامج اكل زمان من بيتي. النهارده ان شاء الله بمناسبه رمضان احنا هنعمل مربى الفراوله. انا معايا 2 كيلو فراوله هنا، غسلاهم ومنقياهم وغسلاهم ومصفيهم تمام. ماشي يا ولادي. انا هحط النص كيلو للكيلو فراوله نص كيلو سكر. ماشي، دول معايا 2 كيلو فراوله. خلاص، هاخد بالمج ده كده، ادي واحد، واحط كمان واحد عشان انا ما بحبهاش مسكره قوي. ماشي، انا اعتبرت ان المج ده نص كيلو سكر، بس هو مش نص كيلو، هو اقل. وادي كمان مج. ماشي يا حبايبي، انا هاخدها دلوقتي واحطها على النار معايا. حطيتها على النار كده، وكل شويه هقلب فيها علشان السكر بتاعي يدوب فيها. ماشي، ونرجع لكم تاني. حبايبي الفراوله شغاله معايا اهي. انا حطيت لها مجين السكر اللي اتفقنا عليهم عشان احنا مش بنحب السكر كتير، وانا دقتها لقيتها جميله وحلوه مش معسله ولا حاجه، عشان تقدري تاكليها كده. يعني السكر بتاع الفراوله ده ممكن تحطيه على مزاجك انت، مش لازم بالمعيار قوي. عايزاها مسكره، عايزاها عدبه شويه، مفيش مشكله، انت اللي هتاكليها وتبقى على مزاجك. انا حطيت لك كيلو مج سكر. ماشي يا حبايبي، وهي شغاله كده زي ما انتم شايفين. هفضل اقلب فيها كل شويه كده. السكر بتاعي داب وساح اهو خلاص، اللي انا حطيته معاكم. اول حاجه انا كده مفضليش غير الفراوله دي نص ليمونه، بس النص ليمونه ده هيتحط في الاخر خالص بعد الفراوله بتاعتي ما تستوي. انا عايزاها تبقى فيها قطع كده. ماشي، وانت لو حابه ان انت ما تخليها كريمي هتهرسي كل الحاجات دي. ماشي، تهرسيها بايديكي، تهرسيها في الخلاط. المهم ان انت ايه، هتخلصي من ايه، من القطع دي لو انت عايزاها كريمي. لو مش عايزاها كريمي وعايزاها فيها قطع كده، هتسيبي الحاجات اللي فيها دي تستوي على مهلها خالص لغايه ما تدوب وتبقى حتت صغيره. ماشي، انا دلوقتي هوطي عليها وكل شويه هتابع معاها، اقلب حبه بحبه. ماشي يا حبايبي، هقلب حبه بحبه علشان ما تشتش ولا الحله تشيل. وهنعمل برطمان مربى جميل للسحور في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وهنعمل برضو مربى الجزر علشان السحور، وهنعمل الجبنه القريش، وهنعمل كل حاجه. ماشي يا حبايبي، عشان السحور. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم وعلينا بخير باذن الله. انا متابعه الفراوله كده، واول ما تستوي هوريها لكم برضه. هي كده ما فضلهاش معايا غير نص ليمونه بس، هتتحط في الاخر كماده حفظ، بس كماده حفظ نص ليمونه ده. ماشي يا حبايبي، الفراوله شغاله معايا اهي. انا في اللحظه دي بقى عندنا نص ليمونه، هنعصرها. ماشي، الليمون كماده حفظ. انا حطيت عليها اللي مخليها لونها احمر كده، حطيت عليها لون صحي من عندي، نقطه صغيره لون صحي من عندي. ماشي يا حبايبي، نقطه صغيره لون صحي. تمام. انتي بقى ممكن تحطي جيلي احمر. ماشي، وممكن ما تحطيش حاجه خالص. يعني في ناس بتحط عليها جيلي احمر، وانا حطيت عليها لون محمرتها بس شويه كده عشان خاطر ايه، تدينا اللون بتاع المحلات كده والايه والشركات. وانتي ممكن تحطي عليها نص باكو جيلي احمر، تقلبيه في ميه وتحطيه عليها. ماشي يا حبيبتي، مش عايزه خالص جيلي احمر ولا عايزه لون ولا عايزه اي حاجه، خليكي زي ما احنا ايه ماشيين كده. الفراوله بتاعتي مش مسكره ولا اي حاجه، هي بس لسه هتنشف كمان شويه من ميتها دي، ونبتدي نعبيها ببرطمانات.
ماشي يا ولادي، شايفين معايا خطوه بخطوه اهو ماشيين مع بعض. دول 2 كيلو فراوله غسلناهم وظبطناهم تمام، ورحنا جايين حاطينهم في حله من غير ميه من غير حاجه، ورحنا حاطين عليهم الكيلو فراوله حطيت له مج سكر. فضلت تغلي ويظبطوا بعض السكر والفراوله، وبعد كده رحنا نازلين عليهم بقى في اخر حاجه بعد ما خلاص خلصت معايا الفراوله خالص، نزلنا عليهم بنص ليمونه كماده حفظ. حابه ان انت تحطي نص باكو كريم، حابه ان انت تحطي نص باكو جيلي احمر، مفيش مشكله. مش حابه مفيش مشكله برضه، هتطلع معاكي زي الفل، وتحتفظي بيها ببرطمانات السحور ان شاء الله في رمضان. ماشي يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. انا كده الفراوله بتاعتي هسيبها شويه كمان على النار، واقابلكم ان شاء الله عند التقديم في البرطمانات. حبايبي خلصت الفراوله معايا اهي زي ما انتم شايفين، جمالته بقت جميله. ماشي، انا دلوقتي معايا برطمان. بصي جميله قد ايه، قطعه ازاي. انت لو حابه ان انت تخليها كريمي اكتر، ممكن تهرسي الفواكه اللي فيها اكتر. ماشي يا حبيبتي، انا معايا برطمان دلوقتي اهو، هنزل فيه الفراوله وهنقدمه حبايبي. وانا كده خلصت المربى معايا. بصي المربى وجمالها، بسم الله ما شاء الله. بصي شكلها، مربى دي ولا مش مربى؟ مربى دي ولا مش مربى؟ زي الفل والله، واحلى من بتاعت بره. بصي احلى من مربى الشركات، والله احلى من مربى الشركات، ومش معسله زي ما انت عايزه تخليها معسله تخليها، عايزه تخليها عادبه تخليها زي ما انت عايزه. بصي البرطمان ده لسه سخن ومولعه، وانتوا شايفين الدخان فيه، لما تبرد كمان هتتقل وهتبقى زي الفل. يا رب النهارده اكون فدتكم باي حاجه، وعملنا كده المربى عشان نسحر بيها. كل سنه وانتوا طيبين. عملنا مربى الفراوله النهارده، بكره هنعمل مربى الجزر. ماشي، استنوني واشوفكم على خير في الحلقه القادمه، ودايما معايا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.